الخبيز، الكور، العيش والبرويل هي أسماء أطباق تقليدية تتفنن في تحضيرها النسوة في قرية سيدي إسماعيل بولاية شلف. عمي بن عشيط فتح لنا أبواب بيته للتعرف على عادات وتقاليد المنطقة في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. الحلوى غيشوريدن وسقاس ينسلي قرن وسقاس يقرن العام نديروا زعفيدير أنا داخلين في العام الجديد، ونحطوا الحلوى، نحطوا التمر، نحطوا الكاوكاو، نحطوا الشيكولا، نخبزوا وش نفتلوا وش يجوا ياكلوا يشربوا ويروحوا. ربي بالبركة عليكم إن شاء الله. ربي يعني يفرحوا سقاس هروان غاغرنا يالين الجزائر فرحي فلاحنا فرحنا. الله يبان خير إن شاء الله ويزرعنا يفرح. يا مانيها لو قسبي مانيها لو قسبي إذا فايت تغلي فلي. اللمة أو الالتفاف حول طبق واحد من أهم العادات المميزة لهذا اليوم. الحكمة منها المشاركة وتقاسم الغلة ليعم الخير على الجميع. يعني الإنسان في الباسي كان يعتمد على واش تخرج الأرض، كان يختات من الأرض. كملنا احنا هكاك مازال الناس مرتبطة بالأرض، راكي تشوفي الناس مازالوا عايشين في الأرياف وفي الحوض تاعهم وينتظروا في الفلاحة هذه في العام هذه. كي ندي فلاحن نكردنو فاغما ولا نغدي فلاح ندي قديما لانه ماك تفلاح نكرز نحش نسروث. مرحبا وسهلا سناير زي نفرح بابا دحنا دياثما د الفاميلا العات الجدود الشرف د الصح وانت التوما دام دوني ثلا. جبال بيس الشامخة شاهدة على تعاقب فترات زمنية متعددة وحضارات كثيرة، لكن برغم ذلك لم تستطع طمس العادات والتقاليد التي تعكس الهوية الأمازيغية. عام سعيد وأسقس مجاز لكل الجزائريين.